أيها الأخوة، مساكم الله بالخير. هذه قصيدة قديمة لها أكثر من 46 سنة، رسلتها إلى عند الشيخ ناجي بن علي الغادر. يقول فيها: يا الله يا فاتح أبواب الغرق، يا معتلي من على 7 طباق، جليت يا من بك الطاير نطق. ويقول: سبحان من له المساق، يا كاسي العود وافطر بالورق، بسقم بحبلك وبعراك الوثاق، اطلب العفو عبدك رامحك، يا غافر الذنب وما انطلق. قال ابن ناجي: سمعت القلب دق وطل العبيات من الوسع ضاق. قد يا ناس انا ضيق الحلق، ضيق المواتر فالحس الحمل حاق، واقول شوقي فلك حد البلق، من الربيعه الى قاع الرقاق. ويشق رهقه يخليها شلق، من راس عيبان لشعاب الدقاق. منزل دخل معركه ضد الفسد يشتاق راسي كما رد المراق. وعقبكم يا رسول علم شرق، وجعنا هوقه وبات الرفاق. لا عند العروش صبيان الطلق، هم ربعي الجود الاخوان الشقاق. وقول لهم ليش نسيونا حنق، وكنت اظن انهم فينا شفاق. ما حد يفلت رفيق في الغرق، ما صاحب الا الضحكه والضياق. يا عم نأجي قد الضوء امتحق، من يوم ما عنق لقيت له عنق. يوم اخترعنا على الوادي سبق، يوم المقاتيل من حرب الطياق. واليوم لي 15 في قلق، لا صرفيانا ولا معنا مساق. والصنو قد باع زينة الشنق صرفاه وقهوة لتكتور العراق. نجح ذهبنا وكملنا الورق، صحيح ما هو رياء ولا نفاق. ولا تظن اننا جالس شبق، الا علي دراهم البنساق. والختم صلي لمن نوره زعق على النبي يعري فوق الفراق.